السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة إن شاء الله نعمل مع بعض حاجة سهلة وحلوة وبسيطة وكلنا بنعملها وحلوة. هي فطاير الفطاير اللي بنعملوها في الزيت حلوة كده. تاكليها بعسل، تاكليها بسكر ناعم، تاكليها بجبنة، تبقى حلوة وجميلة. مكوناتها بسيطة وسهلة. عبارة عن تقريبا كده كوباية من المية، تبع طبعا الدقيق ما ياخد كوباية من المية. بسم الله الرحمن الرحيم. وشوية منها عشان لو عوزنا نحطهم. وحاجة تاني شوية من الملح بسيط. تمام. شوفي شوية صغيرة من الملح كده اهو بس. معاها برضو شوية من السكر، معلقة كبيرة من السكر. بسم الله الرحمن الرحيم اهو، معلقة من السكر بس، من غير خميرة ولا أي حاجة. المية تكون دافية، المية تكون دافية. تمام. بعد كده بنحط الدقيق، نعاير الدقيق. بسم الله الرحمن الرحيم كده، نديها تقليبة كده دول عشان يدوب كده كويس. ده من غير خميرة، ملح بس وشوية من المعلقة، معلقة ونص من السكر، عشان ده بيساعد عليها. تحبي طبعا ممكن تحطي معلقة كبيرة من الزيت، حلو. بس نقلب السكر مع الملح، تقلبه كده، ونحط معلقة من الزيت اهو. بسم الله الرحمن الرحيم. بس كده، معلقة من الزيت. تمام. نقلبهم في بعض وبعدين بنضيف الدقيق. بسم الله الرحمن الرحيم. ادي الدقيق بتاعنا، الدقيق العادي اللي احنا نستعمله. نحط كوبايتين من الدقيق. بسم الله الرحمن الرحيم اهو. ادي واحد، وادي اتنين، ونخلي دي احتياطي معانا. بسم الله الرحمن الرحيم. كده الدقيق جنبنا، وهنشوف هنستعمله تاني ولا لا. بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا بنشغل بسم الله الرحمن الرحيم. كده حطينا الدقيق واحتاجنا الكوباية التانية دي وحطيناها، يبقى كده تقريبا واخد 3 كوبايات ونص. تمام. كده هنطفي عليها كده، طفينا عليها. نطلع الحلة كده من هنا. بسم الله الرحمن الرحيم. اوريكم بس العجنة بتاعتها. طبعا انت ممكن تعمليها على ايدك احسن، بس الواحد عشان الكمية قليلة فعملتها في ده يعني. شايفة ايدها حلوة ازاي؟ يبقى خدت كوباية مية، وخدت كوبايتين تقريبا، قولي 3 كوبايات.